بتعملي الكبد والقوانص وبتطلع منك زفرة او بتطلع فيها مية؟ لسه متجوزة جديد وما تعرفيش ازاي تغسليها وايه الحتت اللي بتتشال اصلا؟ تعالي النهاردة هعمل لك احلى كبد وقوانص تحفة جدا، طرية وبمنتهى السهولة. مش هنحط فيها بقى مكونات وافتكاسات، لا، منتهى السهولة، مكونات موجودة عندك في كل بيت. وبعد الفيديو ده هتقدري تعمليها زي المحترفين، حتى لو لسه اول يوم ليكي النهارده في المطبخ. تعالي بقى شوفي طريقتي في عمل الكبد والقوانص. اول حاجه غسيل الكبد والقوانص، وده جزء مهم جدا علشان ما تطلعش زفره منك. اول حاجه في القوانص هتتشال الجزء اللي بتبقى محببه دي، في جزء كده بيبقى زياده في القوانص بيبقى محبب كده، وهنشيل كمان منها الدهون اللي بتبقى موجوده. وبعد كده هنروح مقطعينها بقى صغير عشان تطلع مستويه معانا وحلوه. هنعمل كده في كل القوانص، هنشيل الجزء المحبب منها وهنشيل الدهون اللي فيها وهنقطعها زي ما انتوا شايفين الجزء ده، هو باين عليه قوي اهو ان هو زيادة. واي حاجة بقى صفرة فيها هنشيلها، حسب طبعا بتاع الفراخ اللي انت جايبه منه، ممكن يجيبها لك متنضفه خالص، ممكن يجيبها لك بتبقى شايفين الجزء الاصفر ده اهو، عملتها بايدي كده لازم تتشال. طبعا انا قبل ما اعمل كده كنت شطفاها شطفه حلوه، وطبعا هنكمل شطفها بعدين هوريكم هنعمل ايه. الكبد بقى هنطلع منها اي دم متجلط، وهنطلع منها هنقص منها الجزء بتاع الدهون ده، وكمان في جزء كده مدور هوريهولكوا بيخلي الكبدة زفرة ومررة، هوريهولكوا لما يجي. حتى القلب اهو بندوس عليه كده عشان نطلع الدم المتجلط جواه، لازم يبقى نضيف كده زي الفل من جوه. شايفين كده؟ هنبتدي بقى زي ما انا قلت لكم هنقطع كل القوانص. بصوا الجزء ده اهو، الكيس كده مدور، هو ده اللي قلت لكم عليه. هما بيسموه المرارة، معرفش هي دي المرارة ولا لا صراحة. المهم ان الكيس ده لازم يتشال، اوعي تعملي بيه الكبدة هتطلع مرة وزفرة. هنكمل بقى بقية التقطيع بتاعنا، وبعد كده هنروح حاطين الكلام ده كله في مصفى زي ما انتوا شايفين كده، وهنديها شطفة تاني حلوة كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنسيبها تتصفى، وهنروح حاطين عليها توابل مشكلة، اي توابل عندك فلفل وكمون، بس حطي ملح وفلفل وكمون، ده ابسط حاجة خالص وموجود في كل بيت. انا عاملة خلطة توابل مشكلة قلت لكم عليها قبل كده، حطيت منها وحطيت ملح وقلبتهم وسبتها كده بتاع ايه، نص ساعة في المصفى. طبعا كل ما تتبل اكتر كل ما تبقى حلوة اكتر، ممكن تسيبيها في التلاجة كده كام ساعة، بس تحطي تحت المصفى طبعا طبق عشان ما ينزلش حاجة من فيها، ينزل في الطبق. هنا بقى سخنت الزيت على سمنة، سخنتهم كويس جدا علشان اول ما هننزل القوانص الاول تاخد تعمل تش كده وتاخد صدمة، علشان ما تنزلش المية بتاعتها. وده سر تاني من اسرار ان الكبد والقوانص بتطلعش كده معاكي مسلوقة وتنزل كده ميتها، لا، اديها صدمة، يعني حطيها في زيت وسمنة تكون متسخنين كويس جدا، هتاخد صدمة من الوشين وهتستوي معاكي وزي الفل زي ما انتوا شايفين كده، طالعة احلى من احلى مطعم، نظافة وطعم حلو وزي الفل. بعد ما خدت صدمة حطيت زي ما انتوا شفتوا كده الكبد، طبعا احنا بنسيب الاول القوانص عشان تستوي، بعد كده رحت حطيت عليها بصل. طبعا غطيتها وسبتها لغايه ما تستوي خالص على راحتها، ودقت كده القوانص لقيتها استوت، يبقى كده خلاص الكبد والقوانص بتوعتي استوت. طبعا ما حطيتش ولا ملح ولا توابل تاني لاني اوريدي حاطه في التتبيله. دوقوها كده وشوفوا، وطلعت معانا احلى كبد وقوانص. اعملوا بقى جنبها مكرونه، اعملوا جنبها رز، كلوها بالعيش البلدي، بالعيش الفينو، بالعيش الشامي كده زي ما انا بعمل، خطيره. اهم حاجه بقى تمسكوا اللقمه كده وتحطوها كده في الصوص بتاعها اللي نازل ده، علشان كده تاخدوا قطمه لا يعلى عليها، تحفة جدا بجد. ما تنسوش تعملوا الطريقة دي وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، وتشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل جديد. وبقى أحلى لايك ليكم، وباي باي.